جدول 1 اللعبه بتخليك تدير في كل انواع المخدرات، حشيش، بانجو، كيتامين، اي حاجه تقدر تيجي على بالك تقدر تبيعها. تخيل معايا نوتش صاحب لعبه ماينكرافت لو كان واين من اتلانتا، كانت اللعبه هتبقى عامله ازاي؟ اللعبه نزلت في سنه 2025 من سولو ديفلوبر اسمه تايلر، وقدرت تحقق نجاح كبير جدا في 6 شهور بس. في 6 شهور بس اللعبه قدرت تبيع 8 مليون كوبيز وتحقق 125 مليون دولار ان ريفينيو، كانت حتى نومينيتد للجيم اووردز. والله فكره اللعبه بسيطه، انت هتبتدي في اللعبه كتاجر مخدرات صغير على قدك، بتبيع اللي في المنطقه واللي بره المنطقه، وهدفك انك تبقى اكبر تاجر مخدرات في مدينه هايتيل كلها. اول حاجه لازم تعملها انك تشتري الادوات اللي هتستعملها عشان تزرع فيها المخدرات، وبعد ما يبقى عندك معمل تشتغل فيه بتبدا تدور على كاستمرز تبيع لهم، يا اما تدور على الكاستمرز دي في الشارع او بتدور عليهم على النت. مدينه هايتيل متقسمه لكذا ريجن، وكل ريجن ليها صعوباتها، بس كل ما الريجنز تصعب كل ما تقدر تكسب فيها فلوس اكتر، وده اللي بيخلي ناس كتير تكمل في اللعبه عشان اللعبه ملهاش نهايه. سيركفيت زي اللعبه من العاب التايكونز اللي على روبلوكس مش بتخلص. دلوقتي انت لعبت ومعاك فلوس ومعاك دنيتك وحريمك وشغلك، بس في حاجه لازم تخلي بالك منها. وانت بتلعب اللعبه لازم تخلي بالك من 3 حاجات: الكارتيل والبوليس والمرشدين، عشان اي غلطه مع الناس دي ممكن تخليك تخسر البروجرس اللي انت عملته في اللعبه. يعني من الاخر اهم حاجه في اللعبه انك تخلي عينك مفتحه، اوعى تديل بالليل عشان بيبقى فيه بوليس ولو قفشك هتتنام، واوعى تديل في منطقه مش في منطقتك عشان انت بتعرفش المرشد من اللي عايز يشتري، واهم حاجه نيفر سموك يور اون سبلاي. بعيدا عن كل الكلام اللي احنا قلناه ده، عامة اللعبة دي مفيدة جدا. اللعبة فيها بيع وشراء وري وزراعة. امين، ايه الفرق ما بين اللعبة دي ولعبة مثلا زي فارم فرينزي او هي دي؟ انت بتزرع، بتلم البضاعة وبتبيعها. نفس الحاجة ولا مش نفس الحاجة؟ من خلينا نلعب اللعبة أحسن. قبل ما نبدأ الفيديو كنت عايز أقول لو أنت عاجبك الفيديوهات دي ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان احنا عايزين نوصل ل1000 سبسكرايبر. تنساش برضو تنزل تحت تشوف الكيك بتاعي عشان أنا هبدأ ستريمينج هناك. ولو عاجبك الاسيتس والانيميشنز اللي في الفيديو ده ما تبقاش تنسى تخش على الداونلود بتاعي وممكن تشوف الاسيتس اللي انا بعمل لها انيميشنز. شكرا. ادينا اهو بنلعب وبنشرب حشيشاتو، وهنا بس كنت عايز اوريكم رحلتي وانا بحاول اكبر البيزنس بتاعي، وتشوفوا فعلا قد ايه صعب انك تدور على كاستمر محترم وتقدر تبيع له. معايا الحاجه دلوقتي نروح نبيعها للراجل. تشتروا يا عم اتكلم بقى. افرضين الخوال لكم كاستمرز ولاد 100. تعال استاذه تشتري. يو اخويا تشتري. احلى مسا احلى مسا. ان انا بضاعتي خلصت فاضطريت ارجع البيت وازرع من اول جديد. كنت بحط بقى الطينه والميه والبذر بذره وكل حاجه واظبط الدنيا يعني من الاخر. عشان ايه؟ لازم بعد ما اخلص اكيف العميل وكيف الشعب. شكرا. هنا هي الزراعه بتاعتي كبرت وبجد يعني ما شاء الله كبيره قوي. ولا ايه الحلاوه دي؟ فاك يو يا بوليس. مش عارف كانوا عاوزين مني ايه، بس تحس ان كان في خصومه كده ما بيني وما بينهم. كل ما اقرب منهم بيقول لي طلع الحاجه اللي في جيبك. انا ما فيش حاجه في جيبي، انا ما اعرفش ايه اللي في جيبي اصلا، بس هو بيقول لي طلع، فبقول له ماشي خلاص خد طلع. اخدني وكلبشني وكان عايز ينجني. ايوه كده. انت عايز ايه ولا ابن المتناك ولا؟ بس خد دي تشرب سجارة ولا ايه يا عم تروق كده. ليه؟ عرفت بس